وصفة ديال كاب كيك منزلي كتجي ناجحة 100% بطبقة اللي مقرمشة وكذلك بمذاق اللي مميز بالفاني والحامض كيجيو رائعين جدا. اكيد غادي تعتمديهم الا جربتي الوصفة. والا كنتي اول مرة كتزوري القناة ما تنسيش انك تشتركي معايا فيها. مرحبا بك ونخليكم مع الوصفة. اول مرحله غادي نحضروا فيها الكرامبل اولا الطبقه المقرمشه اللي غنزينوا بها الكاب كيك ديالنا. غنحتاجوا ليها معلقه كبيره ديال سكر سنيده، 3 ديال المعالق كبار من الدقيق الابيض ومعلقه كبيره من الزبده. غادي نخدموا هاد المكونات مزيان بيدينا حتى كيصبح لنا الشكل ديالهم بحال هكا، وغادي نوضعوها في الثلاجه وندوزو لثاني مرحله. غادي ناخذ هنا كاس الا ربع ديال الحليب اللي غادي نضيفوا ليه معلقه صغيره ديال الخل اولا معلقه صغيره ديال العصير ديال الحامض. غادي نخلطوهم مزيان وغادي نخليو هذا الحليب مع الخل جانبا. عاد نمروا باش نحضروا الخليط ديال الكيك. هنا غادي نحتاجوا واحد البيضه اللي تكون بحراره المطبخ. غادي نضيفوا ليها 2 اكياس ديال سكر الفانيلا وقشور ديال حامضه كبيره اللي يكونوا محكوكين. ثم غادي نخلطوا شويه بالضرب اليدوي. ثم من بعد غادي نضيفوا كاس الا ربع ديال سكر سنيده وغادي نخلطوا مزيان غير بالخلاط اليدوي حتى كيطرغوي لنا هذيك البيضه مع السكر مزيان كيصبح لنا الخليط هكا ابيض. ثم من بعد غادي نضيفوا ليه الكاس ديال الحليب اللي خليناه جانبا حتى كيروب تقريبا. وتقدروا تعوضوه باللبن الا كان عندكم متوفر. غادي نضيف نص كاس مخلط ما بين الزبده والزيت. من الاحسن تستعملوا زبده حيوانيه كتعطي نكهه مميزه للكاب كيك ديالكم. غادي نخلطوا العناصر كاملين. بعد غادي نضيفوا الدقيق اللي سبق لي انا وغربلته. غادي نضيفوا 2 ديال الكؤوس وغادي نضيفوا كيس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام وغادي نخلطوا كذلك مره اخرى. فقط ما تبالغوش في الخفق ديال هذا الخليط هذا. غادي تخلطوه غير حتى كيبان لكم بانه الخليط صبح لكم املس وما بقاوش فيه اي حبيبات ديال الدقيق وبهكا تيكون الخليط ديالكم واجد. بالنسبه لي انا هنا جاني شي شويه الخليط خفيف فزدت واحد المعلقه عامره من الدقيق الابيض وغادي نخلطها مزيان وكيكون هذا هو القوام النهائي ديال الخليط ديالنا. خاصو يكون شي شويه ثقيل ولكن في نفس الوقت ما كيكونش ثقيل بزاف. في هنا غادي نمر مباشره باش نعمر هذوك القوالب ديالي. بالنسبه تقدروا تستعملوا بحال هكا ليمول ديال الكاب كيك اولا تقدروا تستعملوا دوك الكويغطات اللي كيكونوا قاصحين حتى هما مزيانين. غادي نوضع تقريبا في كل قالب غادي نفرغ فيه 2 ديال المعالق كبار من الخليط وغادي نزينهم بالخليط اللي سبق لينا وحضرنا ديال الطبقه المقرمشه. تقدروا بطبيعه الحال انكم تستغناو على هاد الاضافه هذه ولكن راه صراحه تتجي زوينه بزاف وكتعطي واحد القرمشه الكاب كيك ديالنا كتجي زوينه بزاف. هنا غادي ندخلوا مباشره الكاب كيك ديالنا الفران حتى كيطيبوا. بالنسبه للفران غادي نسخنوه على درجه حراره من قبل 200. فاش ندخلوا الكاب كيك ديالنا الفران غادي ننزلوا درجه الحراره حتى 180 من الفوق ومن التحت على الفرفاره. بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الفران الكهربائي ولا كان عندكم الفرن الغازي فراه كتشعلوا ليهم من الاسفل حتى كيتنفخوا كيضاعف الحجم ديالهم. ثم من بعد كتشعلوا ليهم من الفوق حتى كيتحمروا وكتخرجوهم. ومباشره ملي كتخرجوهم تحيدوهم من المول ديالهم وكتوضعوهم في طبق التقديم. كيجيو صراحه لذاذ بزاف بزاف. اكيد ملي غتجربوهم غتصبح عندكم هذه الوصفه معتمده وبالصحه والراحه والى وصفه قادمه ان شاء الله ودمتم بالف خير.